اولا امتى ناخد العجله بتاعت زد معانا في الاعتبار؟ احنا اوريدي خدناها معانا في الاعتبار، بس خدناها بطريقه مختلفه شويه. الفيرتيكال كومبوننت طبعا دي لها ريسبونس سبيكترم مخصص ليها اصلا. الكود بيقول، وطبعا الكلام ده برضه موجود في كتاب الدكتور مشهور، قال لك لو حصل ان الاي في جي اللي هي الاكسلريشن في اتجاه الفيرتيكال لو طلعت اكتر من ربع عجله الجاذبيه، ساعتها لازم تدخل معاك الايه التاثير المركبه دي. ايه بقى الاي في جي دي اصلا؟ الموضوع بسيط خالص. اي في جي دي بتيجي من الجدول ده. طبعا هي بتبقى نسبه من الاي جي على حسب انت تايب 1 ولا تايب 2. المركبه الرئيسيه ما بيفرقش معاها نوع السويل ايه، ولا بيفرق معاها الدكتيليتي، لان هي دايما بتفترض الار بواحد. وده اللي هنعرفه اهو، ان الكود بيقول لك دايما الار بواحد في الاتجاه الرأسي. فلذلك انت هتعمل ريسبونس سبيكترم كيرف جديد في الاتجاه الرأسي لوحده، ده في حاله انك هتشتغل بالطريقه دي. ركز بقى معايا، شفت الريسبونس سبيكترم اللي احنا راسمينه ده؟ هتعمل فانكشن جديده بالطريقه دي بالظبط. هو نفس يا جماعه، هي نفس المعادلات. حتى بص هنا وبص هناك هتلاقي نفس المعادله اللي كانت موجوده بالظبط. كل اللي اتغير هقول لك عليه. اولا مفيش اس. ليه؟ لان قلنا ان الكود حتى كاتب لك ملحوظه، القيمه بتاعت الاي في جي لا تعتمد على نوع التربه. فاذا انت عايز اس في ايه؟ خلاص السويل ما عادش داخله معاك في الاعتبار اصلا، لغى الفاكتور بتاع الاس. ادي اول حاجه اتغيرت. تاني حاجه بقى هتتعدل معانا هي الار. الدكتيليتي فاكتور ده هيتشال ويتحط مكانه الايتا في. الايتا في بتتحسب ازاي؟ الايتا في بتتجاب من الجدول ده. طبعا المنشأ بتاعنا عباره عن خرسانه مسلحه، فبناخد الايتا في ب7/10. فلما نروح هنا على المعادله، كل اللي هنعمله ان احنا هنشيل القيمه بتاع الار ونحط مكانها 1/7. ليه بقول 1/7؟ لان هناك انت كنت بتقسم على الار، احنا هنا بنضرب في الايتا في، فعشان كده بقول 1/7. تعالوا بقى دلوقتي نعرف ازاي ننفذ الكلام ده على برنامج برنامج الايتابس. كل اللي هنعمله ايه؟ بطريقه بسيطه خالص، هنيجي على قائمه ديفاين، هنقول له هنا فانكشن، تمام، ريسبونس سبيكترم. ممكن حتى نيجي على نفس الفانكشن اللي احنا كنا عاملينها عشان اقول لك بس ايه اللي هيتغير معاك. هنعمل موديفاي. اول حاجه احنا طبعا هنا شغالين في الاتجاه الفيرتيكال، فطبعا ده اللي هو الديزاين فيرتيكال ريسبونس سبيكترم مش الهوريزونتال. فاول حاجه هنغيرها ان احنا هنخلي بدل هوريزونتال نخليها فيرتيكال. تاني حاجه هو هيسالك على حاجه اسمها اي جي على الجي بتساوي كام؟ هنقول له ب15/100 عادي جدا، اللي هي الاي جي بتاعتك. بعد كده هيبقى في حاجه اسمها الاي في جي اللي احنا قلنا عليها. طبعا هي بتبقى في الاخر نسبه من الاي جي، وهنعرف دلوقتي ان هي بتعتمد على حسب الريسبونس سبيكترم كيرف بتاعك تايب 1 ولا تايب 2. احنا متعودين دايما قلنا ان الكود الاوروبي احنا بنستخدم الكود الاوروبي، بنعكس بس ما بين القيمتين. لو هو تايب 1 في الكود المصري بنحط هنا تايب 2. طبعا احنا عندنا كنا زون 3 وكنا اول اذر ارياز اللي هي بتكون تايب 1 اللي هي المناطق الغير ساحليه، فعلشان كده بالتالي احنا هنخليها ايه تايب 2 لان هي في الكود المصري تايب 1. علشان كده هتلاقي استخدم هنا اي في جي على اي جي بتساوي 45%، وده موجود هنا على فكره. لو رحنا هنا هنلاقي ان تايب 1 هتاخد 45% من القيمه بتاع الاي جي بس، لو تايب 2 هتاخد 90% من الاي جي. تمام كده؟ وطبعا زي ما اتفقنا ان في برنامج الايتابس بتعكس، يعني انت لو قلت له هنا انا تايب 1 هيشيل 45% ويخليها 9/10. تمام؟ احنا طبعا المفروض تايب 1 يعني هناخد القيمه 45%، فهنعكس هنا في الكود الاوروبي نخليها تايب 2. وطبعا الكيو ده هيبقى بالنسبه لنا، احنا قلنا ده هنبدله اللي هو المفترض الار، احنا هنشيل القيمه بتاعته ونعتبرها ان هي 1 على الايتا في، يعني هنقول له 1/7 يطلع معاك بالرقم ده. تمام كده؟ طبعا عايز اقول لكم على حاجه برضو مهمه، ان التي بي والتي سي والتي دي مختلفه، مش زي التي بي والتي سي والتي دي بتاعت الهوريزونتال ريسبونس سبيكترم. هنلاحظ هنا ان هي القيم بتاعتها 5%، 15%، 1 ثانيه. وخلي بالكم كمان ان هو التي بي والتي سي والتي دي مش ما بتختلفش ما بين تايب 1 وتايب 2، يعني الاثنين نفس القيمه. هم اصلا كانوا بيختلفوا قبل كده على حسب نوع السويل، فبما ان احنا هنا السويل مش داخله معانا في الاعتبار، فعشان كده هي قيمه واحده سواء كنتوا تايب 1 او تايب 2. فاحنا هنا 5%، 15%، 1 ثانيه. لو رحنا على برنامج الايتابس هنلاقي انها فعلا معموله هنا 5%، 15% و1 ثانيه. واضح كده الموضوع ده؟ طبعا انا هعمل بس كنسل علشان ما يعدلش الكلام ده. فده كده ازاي اعرف الفيرتيكال ريسبونس سبيكترم كيرف. خلاص كده يا باشمهندسين؟ فبقول لك بقى بعد ما تحسب الاي في جي دي، لو لقيت ان هي عدت ربع عجله الجاذبيه، ساعتها لازم اجبار عليك انك تدخل تاثير المركبه بتاعت زد. هل في حالات تانية؟ قال لك في حالات تانية، حتى لو انت لو انت محقق الشرط ده، يعني انت لو القيمه بتاعتك اقل من الربع،
المفترض بقى انك ما تدخلش مركبه زد. قال لك لا، في حالات كده لازم تضيف فيها مركبه زد. عندك 5 حاجات او 6. الاولى اللي احنا قلنا عليها خلاص، اللي هي بتاعت ربع عجله الجاذبيه. تاني حاجه لو عندك بحور كبيره معديه ال 20 متر طبقا للكود او اكتر. طيب لو عندك كوابيل سواء افقيه او شبه افقيه معديه ال 5 متر. لو عندك كاميرات بريست ريست. لو عندك اعمده مزروعه، ركز بقى، لو عندك اعمده مزروعه لازم تدخل مركبه زد. عشان كده وانا بعرف الماس سورس قلت له خد تاثير الفيرتيكال ماس. وكمان واحنا بنعرف الحالات بتاعه الدايناميك واخد تلتين المركبه بتاعه زد. دي الطريقه الثانيه اللي هي اللي احنا حكينا عنها دلوقتي. الطريقه اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، خلينا بس اقول لك اخر حاجه، ولو عندك مبنى معمول على بيز ايزوليشن، دول الحالات اللي لازم تاخد فيهم تاثير المركبه زد. هل في طريقه ثانيه غير اللي احنا عملناها احنا بناخد تلتين المركبه بتاعه زد؟ الحقيقه ان في طريقه ثانيه ان احنا ممكن ناخدها معانا في الاعتبار لو احنا مش عايزين ان احنا نشتغل بالطريقه بتاعت ان احنا ناخد الاتجاه اكس وناخد معاه تلتين في الاتجاه الثاني. قال لك ايه؟ بطريقه بسيطه خالص. مش انت هتعرف فانكشن جديده للاتجاه زد زي ما عملت في واي وفي اكس؟ خلاص اعمل فانكشن جديده سماها مثلا ريسبونس سبيكترم في اتجاه زد، وادخل عرف حاله اسمها دايناميك زد الموجب زي ما عملت بالظبط في اكس الموجب وواي الموجب واكس السالب وواي السالب. بس كل الحكايه انت عارفه ايه اللي هيتغير معاك؟ هتدخل بقى شفت زي ما عملت بالظبط، يعني نفس كل الخطوات بالظبط يا جماعه. هتدخل زي ما عملت مثلا دايناميك اكس الموجب، هتعمل منها كوبي مثلا وتسميها دايناميك زد الموجب. كل اللي هيتغير معاك الفانكشن بس. الفانكشن ده بس انت هتبقى عامل فانكشن جديده بتاعت المركبه بتاعت زد بس كده. يبقى انت كده عندك 3 مركبات. فساعتها هتمشي ازاي بقى؟ احنا كنا بنقول لما كانوا 2 يقول لك لما تيجي تشتغل في اتجاه خد 30% من الاتجاه العمود عليه. هنا بقى لو هتعمل الثلاثه مع بعض تمشي ازاي؟ لو هتاخد اتجاه اكس يبقى تاخد 30% من الاثنين التانيين. طب هاخد اتجاه واي خد ال 30% من الاثنين التانيين. لو هاخد اتجاه زد خد 30% من الاتجاه التانيين. بس الموضوع لذيذ جدا وواضح، يعني الموضوع ما فيش فيه حاجه مش واضحه، الموضوع واضح جدا، خطواته واضحه. خد بقى عندك حاجه الكود قال لك عليه، قال لك مش لازم انك لما يكون مثلا واحد عنده عمود مزرور هل لازم يدخل مركبه زد في الموديل بالكامل؟ قال لك لا، ممكن تاخد الجزء اللي هو الكاميرا الترانسفير دي وبالعمود المزروع عليها وتشتغل، يعني تحلها لوحدها كده وتدخل عليها الكلام ده. بس قال لك في شرط انك تاخدها بكل العناصر المرتبطه بيه، يعني ما اخدش الكاميرا لوحدها، اخد الكاميرا بالاعمده المزروعه عليه، بالاعمده اللي هي الكاميرا دي مرتكزه عليها. يعني لو الكاميرا الترانسفير دي مرتكزه على عمودين اخد العمودين معايا في الاعتبار، وكل حاجه بقى متصله بيه، يعني اخد الحاجات المتصله بالعنصر ده. خلاص كده بس. فهي دي الفكره كلها، ان هو بيقول لك انك انت ممكن تحل ده بشكل بشكل منفصل، مفيش مشكله. خلاص كده يا جماعه. بس اهم حاجه زي ما قلنا تاخدها بالعناصر المتصله بيها. ده كده الموضوع بتاع المركبه بتاعت زد ببساطه شديده، والموضوع واضح وسهل جدا، مفيش فيه اي حاجه مكلكعه.